صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الطاقة الإيجابية، صباح كل حاجة حلوة على عيونكم. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. صباح النشاط، صباح بصوا، الشغل الجامد، الطحن اللي كله رغاوي وكله صابون والشغل الفحت بقى، تنظيف اخر تنظيف، تجهيزات للعيد. الفيديو ده المفروض ينزل لكم امبارح، بس والله ما عرفت انزله لكم خالص، حقكم عليا. يعني كان المفروض انزله لكم امبارح، فسامحوني معلش، نزل لكم متاخر شويه، بس والله يعني غصب عني. النهارده عندنا روتين فرش العيد بقى، خلاص اخيرا فرشت وخلصت وخلصت. يعني انا خلصت وخلصت، بس انتوا هتتفاجئوا بالشقة في الاخر، يعني هتلاقوها حاجة تانية نهائي. وغير ده كله كمان جبت حاجات جديدة جميلة جميلة جميلة، فهنفرش جديد في جديد. فكملوا الفيديو هيعجبكم عشان تتشجعوا كده وتتحفزوا. حطولي بس لايك، لو انت جديدة على القناة واول مرة تشوفيني اتمنى انك تشتركي في القناة، واهم حاجة انك تفعل الجرس عشان يوصلك اشعار من قناتي كل ما انزل فيديو جديد. ولو انت معايا على القناة مشرفاني ومنوراني، ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي، احلى عيلة في الدنيا. وبشكركم جدا 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 على تعليقاتكم الجميلة وكلامكم الجميل اللي بتكتبوهولي. والله بجد انتوا نعمة، انتوا نعمة. يعني انا مش عارفة بجد اقول ايه. يعني انا والله انا مش بعرف اتكلم، يعني مش بعرف اجامل. انا على فكرة اي كلام بقوله على الفيديو بيبقى من قلبي، طالع كده من قلبي، ما بعرفش اجامل ابدا في الكلام. ما بعرفش اقول كلام مش من جوايا. اي كلام بتلاقوني بقوله في الفيديو، اي فيديو عامه، تعرفوا ان الكلام ده طالع من جوايا، مش كلام وخلاص. ما بعرفش اجامل وخلاص والله. فربنا يعلم انا بحبكم قد ايه. انتوا بصراحه نعمه نعمه نعمه. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي، يا احلى عيله في الدنيا واحلى فانز واحلى مامس. كل سنه وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم، ويا رب كده ايامكم كلها تبقى سعاده وفرح وهنا، وسنه سعيده عليكم يا رب. بصوا بقى، دخلنا بقى على روتين الطحن اللي هو بتاع الصالة وأوضة الأنتريه والدنيا دي كلها. عايزة اقول لكم ان انا قبليها دخلت البلكونة، فورتها، سيقتها وكنستها ومسحتها ونضفتها، وغسلت الشباك من جوه، اللي هو الشباك بتاع اوضه الاطفال، وغسلت كمان البلكونه من جوه، وهنغسلها مع بعض من بره. بصوا احنا هنعيش النهارده في الميه، مش هعمل بقى شبشوبه بقى وجردل. هشغلهم بس مش هعملهم. هتلاقوني بقى ايه، عماله اكب واسحب بالمساحه، اكب واسحب بالمساحه. هي دي النظافه، دي النظافه اللي انا بعترف بيها. عشان كده بحب تنظيفات العيد جدا جدا جدا، رغم ان بيطلع عيني فيها حرفيا، وبدقلك فيها كل دقلجه ودقلجه. بس عايزه اقول لكم لما بلاقي النتيجه في الاخر، يعني بقول يا سلام يا سلام. النتيجه في الاخر بتلاقيكي كده بتبقي راضيه عن نفسك وراضيه عن اللي انت عاملاه. وبصوا، بتقولي الحمد لله انا وصلت لده. بعد تطليع عين وبعد الطفحان والدنيا. بصوا، انا كل ده لسه بقول يا هادي، انا كل ده لسه بقول يا هادي. اول حاجه كده زي ما شفتوا، مسكت الانتريه ومسكت الاخرام كلها، اللي هو الكابوتنيه اللي في الانتريه ده، وعملته بالمكنسه. وشلت الشلته الكبيره وعملته برضو بالمكنسه من جوه، لان جوه بيبقى فيه كده حاجات واقعه. انا عايزه اقول لكم الكسوه شايلاه الياما، بس مش هفرشها، هفرش حاجه جميله 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 هتعجبكم قوي في اخر الفيديو ان شاء الله. فخلصت كمان الكنبه ديت والشلته ديت، ودخلت على الكنبه التانية، وبرده شلتها ونضفتها وعملتها بالمكنسه ونفضتها زي ما انتوا شايفين. بصوا اهو، بحب بقى كمان اعملها من ورا ومن قدام، بعملها كلها بالمكنسه. وزعفت الحيطان وكمان مسحت النجفه. طبعا انا بجيب لكم الفيديو باختصار والله، لكن انا لو على الفيديو انتوا هتزهقوا مني. انا بعمل ما بسيبش حته في الاوضه ما بمسحهاش وما بعملهاش. لكن انا ما بعمل يعني معاكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو، بجيب لكم الحاجات المهمه.
لكن في حاجات تانية تلاقوني بقى ايه مع نفسي كده بختصر الوقت وبختصر التصوير، وكمان عشان اصحاب الباقات تلاقوني ايه بصور لكم بس المهم. الحاجات التانية دي انا بتعامل فيها مع نفسي، لان طبعا النجفة بقف متشعلقة يا على الكنبة من فوق يا على الكرسي، بحط كرسيين فوق بعض، كرسي كبير على كرسي صغير كده يعني، فاهمني؟ فالحاجات دي ما تنفعش تتصور عامة يعني. طول ما انا متشعلقة ما تعرفش ما ينفعش تتصور. هنا بقى بعد ما كنست كمان سحبت نفسي لحد الباب بره. تمام. بعد كده بقى ايه، جبت الطبق دوت وحطيت فيه شوية رابسو، وجبت الاسبونشة الجميلة بتاعتي، ويلا يا بنتي ندعك الألمونتان زي ما انتوا شايفين. هو فعلا كان محتاج يدعك. الجناب بتاعته كانت مكان مسكة الايد بقى والفتح والقفل والولاد كان مبقع والازاز ما كانش عاجبني. كنت مهما امسح فيه واعمل فيه بحس بقى ان هو ايه برضو مش النظافة اللي هي. فقلت لها يا بت انقلي بقى الكنبة كده على جنب ودعكيه كده دعكة محترمة، وهاتي بقى جردة المية وبنفس الطبق اللي كان فيه الرابسو. يلا يا بت كوبي بقى. بصوا كنت بكب ازاي يا اختي ايه. بس عايزه اقول لكم يعني انا رغم ان انا عماله اكب ده كله بس طلع عيني حرفيا في المسح. اسحب من هنا الاقي الميه تجيلي من هنا، اسحب من هنا الاقي الميه تجيلي من هنا. ده غير طبعا وانا بقلب الميه كده بتطرطش عليا وبتيجي عليا وعلى شعري والدنيا حلوه يعني. بصوا اهو ولا بقى شبشوبه ولا حاجه. بصوا الميه قد ايه مسكتها بقى كلها وبالمساحه. المساحه دي ملهاش حل. المساحه دي بصوا والله على قد كده بتجيب من الاخر، وخفيفه خفيه الدنيا فيها، غير مساحتي التانية خالص. المساحه التانية يا جماعه تقيله، المساحة دي كده خفيفة تحسوها ريشة في ايديكم مش ماسكين حاجة، وبتنضف وبتمسح المية ما بتسيبش نقطة مية وراها، ودي حقيقة. هنا بقى بعد ايه، بعد ما سحبت المية جبت بقى جردل المية تاني، حطيت فيه شوية معطر وحطيت فيه شوية ملح، وابتديت كده اعمل ايه، امشي كده لفة تاني بقى بالشبشوبة عشان اعطر الدنيا. وعايزة اقول لكم ان المعطر بتاع فريدة ده بتقعد ريحته في الأوضة لتاني يوم بعد ما بفرش. يعني أنا بعد ما بفرش تبقى في الشقة كلها ريحتها جميلة كأني رشة معطر، وأنا أساسا مش رشة معطر ولا حاجة. أنا بحط شوية من المعطر والمنظف والمعقم اللي أنا بجيبه اللي انتوا عارفينه، بحط منه غطا أقل من غطا كمان في جردل التسييق دوت. عايزة أقول لكم بسيق بيه الشقة كلها بتروح ريحتها كأني رشة معطر ملوش حل. فانا بعد ما كبيت ميه وعملت ده كله رحت برضو ماليه الجردل وحطيت فيه المعطر وشويه الملح، وبقيت امسح ايه تاني بالشبشوبه. انا بنشف وفي نفس الوقت ايه بعطر الدنيا وبعطر الارض. بعد كده رحت جايبه بقى فوطه، ورحت ايه فوطه بقى ناشفه، ورحت ماسكه بقى ايه الازاز زي ما انتوا شايفين، ورحت مسحه بقى ايه مسحه محترمه كده برضو إيه فوطه ناشفه. عشان ايه؟ عشان الازاز كان، وعايزه اقول لكم كان مبلول. وعايزه اقول لكم الحروف اللي من تحت ديت طلعت عيني عبال ما نشفتها، كانت مليانه ميه اللي هي مكان الجرار مكان ما رايح وجاي. المهم هنا بقى رحت بعد ما خلصت مكان الكنبه ديت دخلت بقى على الكنبه التانية، وبرضه نفس الوضع بقيت احط ميه من الجردل وامسحها بالمساحه، وبرضه بعد كده اروح جايبه الشبشوبه ونفس الوضع امشي وراها انشف، وفي نفس الوقت ايه اعطر الارض. رجعت بقى الكنبه تاني. عايزه اقول لكم انا مسرعه الفيديو ما اقولكوش برضو. رجعت بقى الكنب تاني، وتعالوا بقى نعملوا الحته اللي في النص. بصوا بكب بالميه على طول، لسه بقى همسح بالشبشوبه واحسس على الارض. لا ما بحبش الكلام ده. الكلام ده بعمله لما الدنيا بتكون نضيفة والسجادة مفروشة، ممكن بقى اجيب شوية مية نفس الوضع كده وشوية معطر، وتلاقوني لفيت على الحروف كلها اللي باينة بالشبشوبة. يعني ارفع كده السجادة من الجناب وتلاقوني ايه مسحت مكانها. فاهميني؟ ده المسح اللي هو زي ايه المسح الاضافي اللي هو بيبقى ما بين الاسبوع كده وبمسح والدنيا مفروشة. لكن لما تشيلي خالص بقى لا ما بينفعش بالشبشوبة كده، لازم اكب مية واعيش حياتي. تمام. هنا برضه عملت نفس الوضع،
وبقيت بقى ايه برضو اكب ميه بالشرشوبه، وبعد كده بمسح بالمساح. وانا ماشيه بقى خلاص داخله على الحمام بالميه، لقيت الباب كله تراب بتاع الشقه. طب ايه يا هند هتسيبيه؟ يلا بما انك بتكب ميه فيلا بالمره. دعكته دعكه كده محترمه، وبعد كده بقيت اكب عليه بميه من بره ومن جوه. بصوا الاول غسلته من جوه وبعد كده غسلته من بره. وعايزه اقول لكم السلم الجيران خبطوا عليا وقالوا لي هتسيقي السلم ولا نجيب واحد يعمله؟ قلت لهم هاتوا واحد يعمله. فالبيت كله لما من بعضه وجبنا واحد الصبح كان مسيقه، بس طبعا مش السيق اللي هو، ومش السيق زي اللي هو سيق خالص خالص خالص، بس هو اسمك ايه السلم اتسيق ونضيف، عشان برضو اللي يخش من الباب تبقى الدنيا نضيفة. فانا بقى ايه ما عملتش السلم العيد دوت، جه الراجل عمله تمام. آه خلصت بقى الباب غسلته غسلة محترمة، وعايزة اقول لكم كان بيقفل بالعافية بيقفل ويفتح بالعافية. سحبت بقى الحتة كده اللي قدام الباب كلها وغسلتها تاني، وشلت التربو برضو وعملت تحتيه ومسحتها مسحة محترمة. جبت بقى ايه الستاير. اول بقى الفرش الجديد فين يا هند؟ يلا بينا هنحط الستارة دي الاول. طبعا دول من ساعة ما غسلتهم اخر مرة شلتهم، قلت بقى ايه عشان يتفرشوا على العيد ويبقى ليهم زهوة كده اما تفرشوا. ادي اول حاجة. فاكرين الستارة اللي كنت فرشاها في اوضة الاطفال في الفيديو اللي فات؟ قلتلكوا بكام؟ 29 جنيه. انا جايبة منها 2، جبت واحدة لأوضة الانتريه وجبت واحدة لأوضة الاطفال. فحطيت بتاعة أوضة الاطفال لما عملت أوضة الاطفال في الفيديو اللي فات، ودي حطيتها اهي مع أوضة الانتريه، ماشية جدا مع لون الستاير. هي فيها زي نقط بني كده، نقط كافيه، ماشية بصوا جميلة جميلة جميلة. بس هي كان فيها مشكلة، طويلة طويلة جدا، أطول من بصوا من المحطوطين بزيادة، وما ينفعش أقصها. كنت عايزة أقصها لقيتها مش هينفع، وحتى أنا لو قصيتها مش هعرف أسويها برضو، ولازم تتخيط، لأني لو ما اتخيطتش بتعمل ايه بتنسل فهتبوظ، فخسارة. سبتها زي ما هي وقلت ايه ابقى اربطها من الوقت للتاني كده، ابقى اربطها من تحت. بصوا طويلة ازاي، لو ركزتوا تلاقيها طويلة طويلة. بصوا استنوا بعد ما افرد دي اهي، بصوا طويلة قد ايه. قلت بقى لا كده انا مش هعرف افرش منها، وخفية الدنيا فيها. عايزة اقول لكم خفية الدنيا فيها، يعني انت ممكن لو شدتيها شدة جامدة تتقطع معاكي. تمام. هنا بقى ايه رحت جبت بقى ايه الحافظة الجميلة اللي اخر مرة غسلناها مع بعض وشلتها. قلت يا بت تفرشيها في العيد ما تفرشيش سجاد تاني، لان السجادة التانية اللي قاعدة عندي برضو لونها نبيتي في ايه في بيج، ما لسه شايلاها اعملها تاني. تاني حاجة من الجديد الجميل اللي بتاعنا ده ايه بياضات انتريه. جبت يا هند بياضات انتريه؟ الحمد لله جبتها، الحمد لله الحمد لله جبتها. فاكرين في كل فيديو اقول لكم انا نفسي اجيب بياضات انتريه، نفسي اجيب بياضات انتريه، بس عايزه اجيب ايه حاجه كويسه وحاجه خامتها كويسه وحاجه تقعد. انا كنت جايبه الكسوه منين؟ من جوز اختي. قصدته بقى في ايه في البياضات ديت. بعتلي كده الصور بتاعتهم، فدي عجبتني. دي يا جماعه خامتها جبلان، بس الجبلان اللي هو نضيف، الجبلان اللي هو نضيف. جوز اختي فين؟ جوز اختي في الساعه كرموز، ليه محلات كتير هناك، ربنا يوسع عليه يا رب ويرزقه. عنده بقى كذا نوع وكذا شكل وكذا خامة، فبعتلي. فدي بصراحة عجبتني، خطيرة خطيرة، وأسعارهم برضو حلوة وجميلة، فلقيتها ملهاش حل. جبت اللون ده يا جماعة مش بيج، ده سكري، اللون السكري شايفين عامل ازاي، تحفة على الانتريه وكبير، بتدخليه من الجناب من الطول ومن العرض. يعني انا لما جبته قلت ايه ده قصير، بس لما جيت فرشته لقيته لا بيخش يمين وبيخش شمال، وجميل جميل جميل. بصوا خامته ملهاش حل ولونه تحفة، بصوا جميل ازاي. نفرش بقى اخر كرسي،
واوريكم تاني حاجة تالت حاجة بقى الجديدة واخر حاجة هتعجبكم جدا جدا. جبت ايه يا هند؟ جبت كوشن. عجبتني كده وانا بقلب على النت، لقيت في بيج منزل كده كوشنات جميلة جميلة جميلة. انا مش لسه جايباها على فكرة، انا جايباها من فترة. رحت قلت لها بس تعالي يا بت. رحت دخلت كده عليها وقعدت اقلب يمين وشمال، ولقيتهم كانوا عاملين عرض حلو جدا. مش عارفة الأربعة بكام، فروحت طالبة 4 وجبت نفس الألوان اللي تمشي مع الأنتريه. والحمد لله جبت الكسوة تمشي معاها نفس الألوان اللي هي تمشي مع لون الأنتريه، إذا كان كحلي أو إذا كان الكافيه. فرتبت كله مع بعضه بصراحة، يعني مشيت الألوان كلها مع بعض كده، عملت تناسق ألوان طالعة تحفة، جميلة جميلة جميلة. بص شكلهم، أنا طبعا ركبت 2 بس، والاتنين التانيين قلت ايه سيبيهم بقى يا بنتي العيد الجاي، يا مرة كده نفرش فرش عادي ابقى احطهم. مسحت بقى الترابيزة مسحة محترمة، حطينا المفرش الجميل بتاعنا، وبعد كده حطينا الفازة الجميلة بتاعتنا، نقفل بلكونتنا ونفرد بقى الستارة الجميلة بتاعتنا. تعالوا نشوفوا بقى منظر الصالة، منظر كده نهائي كده حلو. ونكمل بقى ايه فرش اوضه ده الانتريه. كده احنا خلصنا الانتريه. بصوا الجمال، بصوا التناسق، بصوا الشياكه، بصوا الالوان اللي ماشيه مع بعضيها، الستاير مع لون البياضات مع لون لا بصوا ده، انا والله العظيم انا استاذه، والله انا استاذه ومليش حل. بصوا الكوشن، على فكره دي خامتها قطيفه، اللي هو القطيفة اللي اسمه ايه، قطيفة فايبر، قطيفة هي مش عارفة، بس خامتها حلوة جدا وفيها سوستة سحرية جميلة جميلة جميلة. قولولي ايه رأيكم في اوضة الانتريه، ويلا بينا نكمل نفرش السفرة. الاول هفرش السجادة، فاكرين السجاد الجديد اللي كنا جايبينه مع بعض وفرشناه العيد اللي فات اهو، انا شيلته زي ما قلت لكم، انا شيلته عشان ايه افرشه وما اغسلوش، لان هو في ايه في ابيض كتير، فانا عشان كمان ما يتعبنيش في غسيله شيلته بدري بدري بعد العيد. ففرشت كده بتاعه الصاله تمام. احطها بقى كده من تحت هظبطها واحطها من تحت الكرسي، وهفرش كمان الحته اللي هي قدام الحمام والمطبخ برضو، وهفرش بتاعه المطبخ، وهرجع الجزامه مكانها، هظبط الدنيا. بس قبل ما اعمل ده كله افرش المفرش بتاع السفره. كان جوزي جه بقى، قلت له شيلي بقى الازاز، ومسحت السفره مسحه كويسه، وحطيت المفرش بتاعها، وبعد كده خليته يرجع لي الازاز تاني. الازاز بخاف عليه جدا، ما بعرفش اشيله لوحدي، وتقيل تقيل تقيل. جبت بعد كده منظف الزجاج، عايزه اقول لكم ان الولا كسرها لي من فوق، فبقيت اسندها بايدي وارش. دي لسه جديده، لسه جايباها جديده والله زي ما بقول لكم، فبقيت امسكها كده وارش واتعامل، يعني بتعامل. الجيش قالك ايه اتصرفي، ما مش الحاجه عشان باظت تترمى، لا، عندك غيرها حطي مكانها، ما عندكيش غيرها لزقيها، اتعاملي، اعرفي رش وانتي ماسكاها كده، اتعاملي. انا بتصرف، الجيش قالك اتصرفي. انتوا دخلتوا الجيش؟ لا انا ما دخلتش الجيش، بس انا كنت بسمع القوانين والكلام بتاع حطيتي لايك للفيديو؟ ما حطيتيش، انا شفتك وزعلانه منك، لازم تحطي لي لايك. فين اللايك الجميل بتاعك؟ ده انا طلع عيني حرفيا في الفيديو، وحياة ربنا طلع عيني حرفيا. بصوا بقى من الصاله لقط الانتريه الجميله بتاعتنا، خلصنا الفرش الجميل بتاعي. وطبعا اوضه الاطفال كنت فرشاها قبليها بيوم، لبست بقى البيجامه بتاعت ليله العيد، قلت بقى ايه لازم اصور لكم المنظر النهائي بالبيجامه بقى الجديده بتاعت ليله العيد. كل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم يا رب، بخير وصحه وهنا وسعاده على قلوبكم. بوريكم بقى الدنيا، بصوا الجمال بقى الأوضة، بصوا الأنتريه حاجة خطيرة، بصوا الجمال ملهمش حل بصراحة. البياضات قلبت الأوضة حاجة تانية خالص. قولولي رأيكم في التعليقات، أنا بيهمني رأيكم جدا جدا جدا. هستنى رأيكم، استنوني في فيديو جديد وفلوج جديد، وسلام.